5 ضحايا للزعيم عادل إمام طالتهم إيده الطرشة، قالوا عنه ديكتاتور وبيحب الخير لنفسه. اهلا بكم في قناتي اخبار الفنانين مع ايميل. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت. اختكم محتاجه دعمكم، حابه اشكركم على دعمكم لقناتي، يا رب يديمكم نعمه ورزق في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. قال عليه الفنان طلعت زكريا: ايه يعني لو ما اشتغلتش معاه؟ عادل امام ده انسان زيي وزيكم، بني ادم زي ما اكون قلت انا مش مسلم. وكسف احمد عيد وقال له ما تشغلش دماغك، ونطر رضا حامد لورشة الميكانيكا ورجعوا ليها تاني، وقعد رياض الخولي في بيته سنة عشان يقرص ودانه. طلعت زكريا قال مش همثل معاه تاني، ده مش زعيم، ده ديكتاتور. ورفض محمد رمضان بدل المرة 2. 5 ضحايا للزعيم زعيم الفن عادل امام. وبيحكي رضا حامد وبيقول واحنا شغالين في المسرح ما جابنيش ولا في لقطه، وطلبت منه ان اشتغل معاه، قال لي اشتغل بعيد عني. اما بقى الكوميديان احمد عيد، ودي روايه على لسان الفنان ادوارد في برنامج شيخ الحاره، واللي حكى واقعه شافها بنفسه بعينيه اثناء تصوير مسلسل صاحب السعاده. وده لما احمد عيد رمى افيه في البروفات على الترابيزه، قام ساله عادل امام وقال له هو الافيه ده مكتوب في الورق؟ احمد عيد قال له لا يا استاذ، ده من دماغي. قام الزعيم كسفه وسط كاست المسلسل كله، رد عليه بانفعال وقال له ما دام الكلام ده مش موجود في الورق يبقى ما تقولوش، مش عايز حد يشغل دماغه، نلتزم بالورق وبالنص المكتوب بدون تجويد. وقتها ادوار غلبت عليه النزعه الانسانيه وكتم الضحكه، وحصل نفس الموقف بالكربون في فيلم انا مش معاهم. ساعتها كان ادوار في بدايته مشواره الفني، وارتجل افيه بيضحك الكاست الموجود في الفيلم. فوجئ باحمد عيد بيفرمله ويقول له انا هنا البطل، ما تقولش افيهات وقول المكتوب في الورق وبس. وبعد الحلقه جورنال العربيه اتصل باحمد عيد اللي اعتذر لادوار وقال له ارجوك سامحني. اكد كمان احمد عيد ان موقفه مع الزعيم طبيعي بين استاذ وتلميذ، ان مسامح في حق نفسه. اما بقى الراحل طلعت زكريا، وده اللي فتح النار على الزعيم وقال عليا وعلى اعدائي بعد مشاركته ليه في مسلسل العراف. طلع يصرح بعدها ويقول انا مش هشتغل مع عادل امام تاني، انا نجم وبشيل افلام زيه وبشيل افلام بطولي، افلامي بتعمل ايرادات. ولما اتسال طلعت زكريا عن السبب قال عادل امام كان محجمني في اللوكيشن، مش عايزنا نتنفس، حتى اللازمه كانت بتجيب صراخ من الضحك وكانت بتعلق مع الجمهور عزفها ليا. يظهر كده ان عادل امام اللي متربى على عرش الكوميديا خايف حد يهز الكرسي من تحتيه. وفي المقابل اتعرض الفنان طلعت زكريا لهجوم وسخريه لدرجه انه طلع ورد وقال في ايه يا جماعه، انا لو خرجت من الاسلام مش هتعملوا معايا كده، فيها ايه يعني؟ عادل امام انسان وفنان، من حقي اقبل او ارفض ان انا اشتغل معاه. والخلاف بينهم انتهى لما الفنان طلعت زكريا اتعرض للازمه الصحيه وزاروا الزعيم عادل امام. وزياره الزعيم عادل امام للفنان طلعت زكريا عشان يدعمه في تصوير اخر افلامه حليم واسطوره الشواطئ. وعاتبه ساعتها الزعيم عادل امام عتاب محبه وقال له انا كبير يا طلعت، عيب اللي انت قلته. اما طلعت زكريا خده بالحضن، ما قال لي ما تزعلش مني، الدنيا طلعت ما تستاهلش. بعدها ب2 انتقل طلعت زكريا الى رحمه الله، قلب ابيض من ناحيه الزعيم. المفاجاه الكبيره بقى هو نمبر 1 الفنان محمد رمضان. عادل امام رفضه مرتين لدرجه ان وسط اعز اصدقائه والفنان عمر الشريف وابنه محمد، ولكن برضه عادل امام مرضيش عليه ومحنش عليه وقال له اتفضل يا محمد تعالى مثل معايا. محمد رمضان قال نفسي اطلع ولو ضيف شرف مع الاستاذ عادل امام، كانت النتيجه الرفض. وقال محمد رمضان في اكتر من لقاء ان الاستاذ عادل امام رفض ان امثل قصاده. وبيحكي محمد رمضان ويقول كان نفسي يكون في مكتبتي ولو مشهد واحد قصاد الزعيم، وبالفعل سعيت لده بدل المرة 2. الأول وسطت الفنان الكبير عمر الشريف، رشحني الفيلم حسن ومرقص، ولكن عادل إمام رفض وقال ده ما ينفعش. وقتها كنت وجه جديد مرضيش يجازف بيا، ولكن تلف الأيام وارفع سماعة التليفون على محمد ابنه أخويا وحبيبي وصاحبي، وسطته عشان يشفى عليا عند عادل إمام الزعيم، بيسمح لي بأي دور معاه حتى لو ضيف شرف ببلاش. لكن عادل إمام رفض للمرة الثانية السبب لا أعلمه، ولكن في المرة دي رد محمد عادل إمام على محمد رمضان ساخرا منه وقال ده بيعمل نمر على ابويا وبيستعبط. رمضان كان صديقي الانتيم هو وهيثم زكي الله يرحمه، وبالفعل كلمني وطلب مني، ولكن ده كان بهزار في مكالمه وضحكنا طبعا، ولا قلت لابويا ولا رفض ولا جت سيرته
عندنا في البيت اصلا، خليه مركز في الغنى والاستعراض ويسيب لنا احنا التمثيل. اما الفنان رضا حامد الكوميديان اللي كتير مننا فاكره انه كومبارس وما بيعرفش انه هو دارس هندسه الميكانيكا ومهندس فيها قبل ما يبقى استاذ في معهد الفنون المسرحيه، ودرس بنفسه للاستاذ الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه. ورضا حامد كان نجم طالع في السماء على المسارح امام عادل امام، اما سحبه تحت جناحه في مسرحيه بودي جارد وطلع معاه في فيلم امير الظلام. وفي يوم رضا حامد اتشجع واتجرأ ودخل على عادل امام اوضته في المسرح وطلب منه بعشم كبير مساحه اكبر وادوار اكتر، ولكن عادل امام صدمه صدمه العمر، قال له ما تشتغليش في الازرق يا رضا، انا قدمتك للناس مره وخلاص، شوف شغلك بعيد عني. وفي يومه في مسرحيه بودي جارد رضا حامد قال ما بدهاش بقى وطلع على خشبه المسرح وارتجل وخرج بره النص. الصاله قلبت صراخ ضحك لدرجه الزعيم خرج يجري وهو بيسال فيه ايه، وفي حد بيضحك غيري هنا؟ ولما عرف ان رضا حامد فمرد عليه قال له لم حاجتك وامشي وده اخر عرض ليك هنا. كمان الفنان محمد عادل امام المخرج رامي امام حطوه في البلاك ليست، ومع ذلك في كل لقاء في اي برامج تلفزيونيه الفنان رضا حامد دايما بيدعي للزعيم عادل امام بالصحه وطولة العمر. بعد اعتزاله التمثيل والروس الساوي الاتنين بقوا قاعدين في البيت، ويجي دور الفنان الكبير رياض الخولي اللي ما نجاش من بطش الزعيم رغم ان شاركه بطولة فيلم من اهم افلام الزعيم عادل امام هو فيلم طيور الظلام، اللي كتب لرياض الخولي شهادة ميلاد سينمائية. بدل ما ينطلق رياض الخولي بسرعة الصاروخ لقى نفسه قاعد في البيت من غير ولا عرض سينمائي ولا تلفزيوني ولا حتى ضيف شرف في فيلم ولا مسلسل، لغاية لما المخرج جمال عبد الحميد فجر المفاجأة وكشف اللغز لما اتكلم على غيرة عادل إمام الزعيم من عبقرية رياض الخولي، لدرجة انه لمس توتره اثناء التصوير. بعد ما خلص الفيلم واتعرض ونجح الزعيم، وكانت الإشادة في الفيلم بتمثيل رياض الخولي اللي ملوش مثيل، وكان الكل متوقع ان رياض الخولي بعد هذا الدور مش هيلاحق على الادوار اللي هتجيله، ولكن المخرج جمال عبد الحميد قال مفيش مخرج ولا منتج كانوا اتصلوا برياض الخولي بعد هذا الدور، والسبب ان عادل امام وصاهم كلهم ان ما يشغلوش رياض الخولي. فضل قاعد في بيته لمده سنه بسبب ان الزعيم اتضايق منه، بالرغم ان هم عملوا ثنائي ناجح في الفيلم وكسروا الدنيا، ولكن عادل امام الزعيم رفض ان هو يشتغل مع رياض الخولي مره تانية، وكلنا عارفين السبب طبعا. وفضلت بينهم العلاقه متوتره سنين طويله، ما لمش شملهم تاني غير لما الزعيم عادل امام بعد ما الزمن لف لفته استعان بالفنان رياض الخولي في دور صغير في مسلسلاته الاخيره، والفنان الكبير رياض الخولي استجاب لدعوته دي ومثل معاه رياض الخولي تاني وقال اللي فات مات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعمونا بلايك.